ديربي الأهلي والزمالك غدا على استاد القاهرة في الدوري الممتاز. مبدئيا سوري على صوتي اللي بايظ، بس فعلا البرد مبهدلني وما كانش ينفع ما اعملش الفيديو اللي وعدتكم بيه. بص بقى، مش اول مره يكون عندنا غيابات ونلاعب فريق كويس. غلبنا اوراوا الياباني وهدفنا في فلومينينسي، وكان عندنا اصابات اضعاف الموجوده دلوقتي. ولو الزمالك حاليا فريق فايق، فمارسيل كولر معلم انه يستغل قوه الفريق المنافس ضده. اتوقع انه هيستغل ان جوميز بيحب الاستحواذ وهيسيب له الكوره ونلعب على التحولات، واحنا ملوك التحولات. عندك هاني وعمر في اليمين، منعم ورامي كسرد باك، في خط الوسط كوكا وقفشه، ده غير عبد القادر ورضا سليم ووسام قدامهم. ذكرت الاسامي دي بالذات لان هي اللي هتقوم بالتحولات اللي بنتكلم عنها. رجلهم مظبوطه جدا في الباص، قادرين على كسر خطوط المنافس بكل سهوله، عندهم سرعات عاليه جدا، فان شاء الله باصين والتالت في الجون. طبعا جمهور الزمالك مطمن وحاطط في بطنه بطيخه صيفي. ما يا بختكم، لعيبه في التوب فورم، مفيش اصابات، مش زينا نص الفرقه مصابه. بس عموما انا بحب الماتشات دي قوي عشان المكسب بيبقى ليه لذه مختلفه بعدها. عموما طلع او نزل فهيفضل ماتش في الدوري، واحنا عندنا الاهم الماتش اللي بعده مع مازيمبي في دوري الابطال، فلازم نعمل حسابنا كويس من دلوقتي، وباذن الله ناخد ال 12 عشان قريب جدا هيكون عدد بطولات افريقيا عندنا بيساوي عدد مرات فوز الزمالك بالدوري الممتاز. وبس كده، ما تنسوش تكتبوا لي توقعاتكم ايه في الكومنتات.